دائما من يمثل المغرب خارج الديار يكون مصدر فخر بالنسبة للمغاربة على جميع المستويات، كرويا أو حتى في أي جانب آخر، حتى إعلاميا. قبل فترة كنت في المغرب وشاهدت حقيقة مدى الفخر والاعتزاز بالنسبة للمغاربة لمن يمثلهم خارجيا، لمن يمثل المغرب خارجيا، لمن يحمل اسم المغرب، ومدى الشغف الكبير اللي موجود عند الشباب المغربي لأن يحمل اسم بلاده أيضا هو الآخر خارجيا. المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فانتصر فيهم فهم خير أجناد الأرض، واتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك، وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، وهكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. حفظ الله المغرب وأهل المغرب، وأدامها دائما أبية حرة، وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله، بلدا عربيا نفخر به وبكل من يمثله. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. جبرتونا في ام بطوطه كما كتشوفوا معنا كواليس ديال التيفو ديال البارتيتو ديال نهار السبت ديال منتخب البرازيل. بغيت الدراري اللي طالعين كاملين والبنات والدراري اللي طالعين كاملين يكتبوا لي في الكومنتات شكون اللي طالع نهار السبت ان شاء الله. بغينا تبلبل ان شاء الله يكون واحد التيفو مزيون ماشي عادي. بغيت الدراري كاملين اللي طالعين يكتبوا لنا شنو كاين، طلعوا مجموعين ونحيحوا. بغينا 90 دقيقه نشجعوا المنتخب ديالنا. المهم التصفير، المهم الحايحه، سير ان شاء الله يكون بادل ديالنا. تبارك الله على الدراري، ونخليكم مع الكواليس ديال التيفو. من ترابك، من مائك، من جبالك، من هوائك، من اريافك، من مدنك، من كل شجر وحجر يسكن ارضك يا مغرب، تشربنا السمو والسؤدد. الا تنشدون كل صباح اخوتي هيا للعلا سعيا؟ ألم تغنوا في ليالي الأنس؟ عمرك شفت السباع خايف كيف خلاع؟ هيا بنا أيها السبع الأطلسي الشرس إلى حلم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أراه وأنا أقف على جبال الأطلس براية حمراء، أقف فأرى الشك في لشبونة وأرى اليقين في الرباط وفي كازا. أنزل البحر فأعبر المضيق ليخبرهم تلك جارتكم وجارتنا، فاسألوها عن اليوم واسألوها عن الأمس، واسألوها كيف إننا لا ننثني، لا ننكسر، لا نهزم ولا نغرق أمام أساطيل ماجلان وأحفاده. إن عدتم عدنا، وإن جئتم أغلقنا جبل طارق وأطلقنا الأسد الأطلسي بكل ما فيه من نهم وحلم وعروبة. خذينا يا مغرب، خذينا إلى السماء، وما أجمل أن نبكي في السماء فستسقط الدموع في أرض عربية من أجل راية عربية. خذينا يا مغرب، فأنا تواق للفرح كأي عربي ضاق من الهم والحزن والانكسار. خذينا يا مغرب، فاليوم كل الآمال معلقة ما بين
عادي 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 ديتي فرنجة ما شاء الله داري هي نصات المراكوش اجي لوز اخويا انا ولحي وصل يخليك تنزل يلا يلا ولدي ابراهيم اي واحد لا صار لي يا انس يا شفت الطار ولد انا زي ما الطار يلا انس c'est la deuxième photo à gauche واحد لاصال لاصال وريني الاولى وريني الاولى وريني الاولى
لا ضيوف ذلك كيف مع ضيوف شوف الشريك شوف الناس انا لا ضيوف ربنا يشكرك.